السلام. الفيلم ديالنا كيبداو في واحد القريه صغيره. هاد القريه كانوا كيعيشوا فيها زوج ديال الخوت، سمارتين ونيمسيس. والقوه ديال هاد الخوت ما كانتش عاديه، وكاع السكان ديال القريه شافوا بلي عندهم قوه خارقه، فقرروا يتخلصوا منهم قبل ما يكبروا وما يعرف حتى شي واحد يسيطر عليهم. وبالفعل واحد الليله السكان ديال القريه تجمعوا كاملين وشعلوا العافيه في الدار ديال الخوت. ومع الاسف الوالدين ديال الخوت ماتوا، ولكن سمارتين ونيمسيس ما وقع عليهم والو. دازو سنين والخوت كبروا. سمارتين قرر يواجه الشر ويساعد الناس، اما نيمسيس فصنع مطرقه وحط فيها الغضب ديالو كامل وقرر ينتقم من كاع الناس. وهكا ولا سمارتين كيمثل الخير ونيمسيس كيمثل الشر. بقاو على هاد الحال حتى جا النهار اللي غتوقع فيه مواجهه بين الاخوت. بدات المعركه، ولكن مع الاسف البلاصه اللي تواجهوا فيها انفجرت، والناس من هذاك الوقت كتقول بلي سمارتين باقي عايش ونيمسيس هو اللي مات في الانفجار. والقصه ديالهم كتعتبر اسطوريه، وحتى شي واحد ما عرف شنو طرا بالضبط. ومن هنا غيبدا الفيلم ديالنا. من بعد 20 عام وبالضبط في امريكا، كان كيعيش تما واحد الولد صغير سميتو سام، وكان عايش مع الام ديالو من بعد ما الاب ديالو مات. سام كان مهووس بالبطل سمارتين، وكان كيحلم يولي بحالو ملي يكبر، وكان ديما كيرسم اللوغو ديال سمارتين في الحيوط. قدامو كان ساكن واحد الراجل كبير سميتو جون. هاد جون كان كيخدم عامل نظافه، وكان عايش بوحدو وداخل سوق راسو ما مسوق لحتى شي واحد. وفي واحد النهار سام قرر يمشي يشفر مع واحد العصابه، حيت كان محتاج الفلوس باش يخلص معاهم الكرا. وبالفعل سام مشى مع واحد العصابه للمحل وشفروا كراطن ديال التذاكر، ولكن ملي وصلوا للمقر ديالهم وفتحوا الكراطن لقاو باللي فيها تشيبس. الرئيس ديال العصابه اللي سميتو سايروس تعصب وبدا كيغوت عليهم، ولكن هما باش يخرجوا راسهم سباوها في سام وقالوا باللي هو اللي شفر الكراطن. ولكن سايروس كان عارفهم باللي كيكذبوا وجرى عليهم. من بعد عطى سام الفلوس باش ينضم للعصابه ديالهم. سام غيرجع للدار وقدام الباب غيلقى مول الكرا كيغوت على الام ديالو، وهادشي تعطلات عليه في الخلاص. فهاديك اللحظه سام جبد الفلوس اللي عنده عطاهم للام ديالو اللي عطاتهم لمول الكرا. ملي دخلوا للدار الام سولات ولدها منين جاو الفلوس. سام جاوبها باللي دخل لواحد المحل وتخوات عليه الصلصه، مول المحل دور معاه باش ما يديرش ليه الشوهه. الغد لي سام كان كيتمشى في الزنقه وشافوا الدراري اللي كانوا معاه في السرقه، تبعوه باش ياخذوا ليه الفلوس اللي عطاه سايروس. فشدوه وبداو كيضربوا فيه. شافهم جون وجا باش يدافع عليه، وبالفعل شدوهم وبدا كيضرب فيهم واحد بواحد، ولكن الطريقه باش كان كيضربهم ماشي عاديه. وفي واحد اللحظه واحد من العصابه حاول يضرب جون بالموس، ولكن جون شد الموس بيديه وضربه. العصابه ملي شافوا راسهم ما يقدروش على جون هربوا من تما. اما سام فما كانش متيق داكشي اللي كيشوف، واعتقد باللي جون هو الاسطوره سمارتين، حيت ما كاينش شي واحد عنده بحال هذيك القوه من غيره. ملي سام سول جون على سر القوه ديالو، قال ليه جون باللي قوه عاديه اكتسبها حيت كان كيتريني ملي كان صغير. وفي جهه اخرى سايروس مشى هو والعصابه ديالو باش يشفروا البنكه، ولكن ما كانوش باغيين الفلوس، كانوا داخلين باش يشفروا المطرقه والقناع ديال نيمسيس. وهادشي حيت سايروس كان مهووس بالاسطوره نيمسيس، وبالفعل قدروا يشفروا القناع والمطرقه من البنكه. وكل نهار كان سايروس كينشر الفوضى في المدينه، وكان كيقول باللي هو الخليفه ديال نيمسيس وغيكمل المسيره ديالو. وفي واحد النهار جون كان راجع للدار مع سام، والدراري اللي كان سلخهم جابوا خوهم الكبير. تسناو جون حتى كان قاطع الشانطي، ضربوه بالطوموبيل وهربوا من تما. فهاديك اللحظه سام كان خايف بزاف على جون، وكان كيصحاب ليه باللي صافي مات، ولكن جون كان باقي عايش. فاق وبدا كيقاد في الاعضاء ديالو اللي مكسوره. من بعد رجع للدار باش يكمل العلاج ديالو، وهنا سام تاكد باللي جون هو الاسطوره سمارتين. جون خدا دوش خفيف ورجع بخير كيف ما كان، واتفق هو وسام باللي حتى شي واحد ما يعرف باللي هو سمارتين. والغد لي جون شاف باللي سام لابس ساعه مهرسه، فخدها من عنده باش يصايبها. من بعد مده واحد من العصابه غيشوف جون كيتمشى في الزنقه وما طاري ليه والو، فمشى بالزربه لعند صحابو وبلغوا سايروس بداك الشيء اللي وقع. قالوا ليه بلي هما ضربوه بالطوموبيل والمفروض دابا يكون ميت. فسايروس طلب الرجال ديالو يمشيو ويجيبوه، وبالفعل الرجال ديال سايروس تبعوا جون. ملي وصلوا لواحد البلاصه خاويه بداو كيتضربوا معاه، ولكن جون كان قوى منهم وبدا كيسلخ فيهم. واحد من العصابه رمى عليه قنبوله، وكانت واحد البنت صغيره تما، هزها جون بالزربه وتخبى من ورا واحد الطوموبيل. وهاد الحركه اللي دار كاع الناس شافوها وعرفوا بلي جون هو سمارتي، حيت ما كاينش شي شخص عنده بحال هذيك القوه ويقدر يهز الطوموبيل بيديه من غير سمارتي. المقطع ديال جون انتشر في كاع القنوات، وقالوا بلي سمارتي رجع باش يحارب الخليفه ديال نيمسيس. جون ملي شاف هذا الشيء قرر يجمع حوايجو ويخرج من المدينه. وفي جهه اخرى سايروس جمع الرجال ديالو باش يمشيو يهجموا على الدار ديال جون، وبالفعل وصلوا لتما وبدا كيرسوا في اي حاجه قدامهم. بطبيعه الحال جون ما كانش تما، ولكن سايروس ملي كان في الدار ديال جون شاف سام مراقبهم من دارهم، فطلب من الرجال ديالو يمشيو يجيبوه حيت هو اللي عارف فين كاين جون. وبالفعل مشاو لعندو وشدوه، ولكن سايروس عرف بلي سام ما عارفش فين كاين جون، فقرر ياخذو معاهم حتى يجي ليه جون. وفي جهه اخرى كان جون في المحطه وكيتسنى التران باش يخرج من المدينه، ولكن غيلقى في الجيب ديالو الساعه اللي عطاها سام باش يقادها، فقرر يرجع عليه قبل ما يسافر. ولكن مع الاسف ملي وصل للدار ديال سام لقى البيت كامل مرول والام ديال سام مضروبه.
فقالت ليه بلي سايروس خطف سام وكيتسناك تجي تاخدو. جون في هذيك اللحظه وجد راسو وتحرك للمصنع ديال سايروس. ملي وصل الرجال ديال سايروس كانوا كيتسناو فيه، فبدات الحرب بيناتهم. جون كان كيسلخ فيهم واحد بواحد حتى جاب سايروس المطرقه والقناع ديال نيمسيس وبدات المواجهه بيناتهم. سايروس كان كيسلخ في جون وكيقول ليه بلي غياخد الحق ديال خو نيمسيس اللي مات، وقال ليه بلي غيكمل المسيره ديالو. جون في هذيك اللحظه تعصب، شد ليه المطرقه وقال ليه ما تقولش لي سمارتين، انا هو نيمسيس. صبر صبر صبر، كيفاش سمارتين هو نيمسيس؟ انا غنقول لك علاش. قبل 20 عام وبالضبط ملي تواجهوا الخوت بيناتهم، البلاصه اللي هما تواجهوا فيها انفجرت وسمارتين هو اللي طاح في العافيه. حاول نيمسيس يعتقو ولكن ما قدرش. من هذيك الوقت قرر ان القصه تبقى فيها بلي سمارتين هو اللي عايش ونيمسيس هو اللي مات، باش يبقى ديما الخير هو اللي منتصر. يعني القصه كامل نيمسيس هو اللي اختارها وسمارتين مات من هذاك الوقت. نرجعوا للحاضر. جون القوه ديالو ضعفات وبدا كيضرب فيهم كاملين. سايروس والرجال ديالو خافوا ملي عرفوا جون هو نيمسيس. في هذيك اللحظه سايروس خدا سام وهرب. جون زاد تعصب وضرب كاع افراد العصابه ومشى للبلاصه اللي فيها سام. خرج ليه سايروس عاوتاني وبدات المواجهه بيناتهم، ولكن هاد المره جون ضرب سايروس وهز رماه في العافيه. من بعد مشى باش يعتق سام، ولكن القوه ديالو سالات وكان محتاج الماء باش يبرد الجسم ديالو. سام تصرف بالزربه وطلق عليه الماء، وهادشي اللي دار على الجسم ديال جون. من بعد سام سول جون واش انت بصح نيمسيس ماشي سمارتين، واخا كتبان انسان طيب وديما كدير الخير وماشي شرير كيف ما تقال في القصص. جون قال ليه بلي القصص ما كتقولش كلشي وخاص تبقى القصه كيف ما هي، ويكونوا كاع الناس مقتنعين بلي سمارتين هو اللي عايش ونيمسيس هو اللي مات، باش ديما الخير يبقى هو اللي منتصر. هذيك اللحظه البلاصه اللي هما فيها كانت شاعله فيها العافيه بزاف. فجون خرج سام من تما، من بعد اختفى. ملي خرج سام على برا الصحفيين بداو كيسولوه شنو وقع. سام قال لهم داكشي اللي قال ليه جون وما قالش لهم الحقيقه. قال لهم بلي سمارتين عتقوا من العصابه من بعد اختفى، وجون كان واقف بعيد وسمع كلشي. وعجبو الحال ملي سام ما قال للصحافه والو وحافظ على السر ديالو. هنا غنوصلوا لنهايه الفيلم ديالنا. الا عجبك الفيديو ما تنساش تضرب معاك ديك لايك، ولا ما كنتيش مابونيش ابونا باش يوصلك الجديد. المهم هذا ما كان معكم زويقير، تلاقاو في الفيديو الجاي.